شباب تانية ثانوي الشعبة العلمية، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر مايكل عاطف من قناة هنذاكر ماس. النهارده هنحل التقييم بتاع الاسبوع الخامس في البيول. تعال نبدأ يلا كده مع بعض بموديل 1. بيقول لك find the arithmetic sequence. يبقى انا دلوقتي شغال على arithmetic sequence. اوكي. in which مديك التي 1 اللي هو الفيرست تيرم، ومديك التي ان ومديك الاس ان. ايه اللي هو كاتبه دوت؟ تعالى نفسر كده كل حاجة. قلنا التي 1 دوت اللي هو عباره عن الفيرست تيرم اللي هو بيعبر عن الاي. يبقى انا كده معايا الاي اوريدي ب 32، والتي ان اللي هي المقصود بيها ال اللي هو ايه؟ اللي هو اخر تيرم اوريدي اللي هو بكام؟ ب 86. واوريدي الاس تي ان اللي هو طبعا الارثمتيك ايه بقى؟ سيريس. تاني ارثمتيك سيريس اللي هو الصم بتاعهم كلهم طلع بالناتج ده. طيب هو انا دلوقتي عشان اقدر اجيب الارثمتيك سيكونس لازم يكون معايا الفيرست تيرم، واوريدي انا كده هو معايا اللي هو الاي. لازم يكون معايا بقى كمان الكومن ديفرنس واللاست تيرم عشان خاطر يبقى انا كنت ايه حددتها، لان هي اوريدي نوت هي عباره عن فاينايت. يعني ايه فاينايت؟ يعني متحدده، ليها ستارت وليها اند. يلا بينا نبدا. اول حاجه انا عارف اوريدي القانون بتاع الاس تي ان، هكتبه لك كده في البدايه. الاس ان ايكوال عباره عن ايه؟ انا اوريدي بناء على الجيفن معايا A و L، يبقى انا اشتغل على القانون اللي هو كان فيه ال A وال L. احنا كان معانا اثنين، كان معانا ال N over 2 between two brackets ال A plus ال L، or معانا برضو ال N over 2 between two brackets 2A plus N minus 1 multiply ال D. دوت كده كانوا القانونين. هنا دوت انا معايا مين؟ معايا ال A وال L، يبقى انا هستعمل اول واحده اللي لسه قايله لك دلوقتي اللي هو ايه؟ اللي هو يبقى عباره عن ال N over 2 multiply ال A plus ال L. المسألة كده بالنسبة لي انتهت. ازاي؟ اوريدي ال SN معايا ب 545 equal ال N over ال 2 وال A اوريدي معايا ب 32 بلس ال L اللي هو اللاست تيرم اللي هو ب 86. انا كده اوريدي المسألة خلصت. النقط معايا اهوت ايكويشن. مين الحاجة الوحيدة اللي ما اعرفهاش؟ ال N. خلاص كده الموضوع انتهى. ازاي بقى؟ هات كده اهوت معايا اهوت كده الكالكوليتور، وهتقوم كاتب كده. اوريدي هودي دولت كلهم بالديفايد، حتى ديت يعتبر هاف هتروح هناك برضه بالديفايد. يعني خلاص هتكتب على الكالكوليتور فراكشن، هعمل في النيميريتور 545 اوفر الهاف ملتبلاي وافتح برضه براكت 32 بلس 86. هكتبها كده هيتقصدها كده برضه على الكالكوليتور عشان تبقى فاهم انا عمال اقول ايه. اوكي. طيب هتدوس ايكوال، هتطلع بفراكشن. دوس على الاس دي طلعت بكده ب 9.23 صح؟ يبقى هي كده ب 9. ما انا اوريدي هعمل ابروكسيميشن، يبقى انا كنت اوريدي كده جبت الان وعرفت انها ب 9. يبقى انا كنت معايا اخر ترم ده اللي هو التي ان ده هو عباره عن التي 9. يبقى انا اقدر اجيب منه كمان الدي. ازاي؟ هقول لك دلوقتي ازاي. اوريدي انا معايا التي ان كانت عباره عن A بلس n minus 1 ملتبلاي دي. ده كان القانون بتاعي اللي هو العادي. فانا اوريدي معايا التي ان اصلا بكام؟ ب 86 ايكوال، ومعاك الاي بكام؟ ب 32 بلس والان ماينس 1 اوريدي زي ما انا لسه قايل لك. انا قلت لك دي تي ايه؟ تي 9. عرفت منين؟ اهو لسه جايبها دلوقتي. هو النص تيرم هو عباره عن كام اصلا تيرم؟ عباره عن 9 تيرم. يبقى 9 ماينس 1 اللي هي 8 دي. خلص بقت ايكويشن عاديه. هودي ال 32 اهو بالماينس تبقى 86 ماينس 32 بايكوال ال 8 دي، وال 8 برضه هتروح على طول هناك بقى بالايه؟ بالديفايد. يبقى انا كده جبت الدي. هعمل فراكشن 86 ماينس 32 ديفيزبل باي ال 8. بص هي ديت كانت طلعت ب 9 بوينت حاجات. انا اوريدي لما اجي اعملها اهو 23 مش عارف ايه، يبقى انا اوريدي طالما هي طلعت بديسيمال اوريدي يبقى هي كده الاكبر. يبقى ال ان كده تبقى ب 10 يا شباب. كده معلش دي تبقى ال ان هتبقى ب 10. هنا هعوض برضه ان هو يعتبر هتبقى بقى دي 9، تبقى 10 ماينس 1 ب 9، وهتبقى دي برضه ب 9. يبقى كده الخلاصه دي هتطلع لما تيجي تعملها ديفيزبل باي 9 تطلع بايكوال ال 6. يبقى انا كده كل مره في السيكونس دي بعمل بلس 6. اول ترم اهو بالنسبه لنا كان 32، اعمل بلس 7 هتديك 39، وافضل شغال كده لحد اخر ترم. اخر ترم اللي هو كام؟ اللي هو 86. بس على كده هي دي كده كانت السكه. طبعا بقى هو طبعا كتب لك طبعا ال 9 طبعا تيرم اوريدي ايه بختارها هي من اللي تشوز. ده كان بالنسبه لي كويشن نمبر 1. تعال نشوف كويشن نمبر 2.
an arithmetic sequence برضه. It's السكند ترم يعني T2 equal 13 تمام and the sum of its first 10 terms equal 235 يعني الاس بتاع ال 10 equal 235 عاوز يعرف السيكونس دي بكام. طيب نبدأ كده مع بعض. أول حاجة ال T2 عبارة عن إيه؟ ال T2 اكتب القانون A بلس N minus 1 multiply D بإيكوال اللي هو ال T2. طيب أنا دلوقتي المفروض بعمل N minus 1 اللي هي على طول إيه؟ ب A بلس D. قلنا T3 يبقى A بلس 2D T4 يبقى A بلس 3D. كل مرة بالماينس اللي هو اللي جنب الدي ب1. يبقى أنا أوريدي دي ال T2 بقت هي عبارة عن ال A بلس ال D بإيكوال ال 13. حلو جدا. كده جبت اول ايكويشن. هجيب كمان الايكويشن الثاني ديت الاس 10 ايكوال 235 برضو. دي كان ايه القانون بتاعها؟ كان لها قانونين n اوفر 2 ملتبلاي ال a بلس ال n وده انا مش هستعمله. ليه؟ انا اهوت شغال مع ال a وال d فانا عاوز يكون الايكويشن اللي انا هشتغل فيها دلوقتي يكون فيها ال a وال d. اوكي يبقى انا دلوقتي هشتغل اهوت في القانون الثاني هيبقى عبارة عن ال S10 هتبقى عبارة عن ال N over 2 أهي 10 over 2 قانون أهو عشان بس مش ده خلاص هو مش هنا N over 2 2A بلس N minus 1 يعني 9 ال D يبقى تاني N over 2 2A بلس N minus 1 multiply ال D. الكلام ده كده كله بكام؟ ب 235. هتودي الكلام ده كده هناك بالديفايد انا اهو بزود بس صوت الايكويشن هيتبقى لك 2a بلس 9 الدي بايكوال 235 ديفيزبل باي 10 اوفر 2 دي اللي هي 5 طلعت ب 47. كده بقت دي هي ايكويشن وبقى معاك اهي كمان الايكويشن هي الثانيه. هتعمل مود 5 1 تاني مود 5 1 عشان اجيب الاي واجيب الدي بس على كده المساله كده انتهت. الكوفيشن هنا بكام؟ ب 1 وادوس ايكوال 1 تاني وادوس ايكوال 13 ايكوال الايكويشن الثانيه 2 بعدها ايكوال بعدها 9 بعدها 47. طلعت الاكس وواي. مين هي الاكس اللي هو الفيرست تيرم اللي هو مين اللي هو الاي؟ يبقى انا كده جبت اهوت اخيرا الاي جبتها ب 10 وجبت الدي دوس ايكوال اللي هي الواي ماشي اللي هو الترم الثاني طلع ب 3. يبقى انا كده الارثمتيك سيكونس دي عباره عن ايه؟ عباره عن 10 عباره عن كل مره هعمل بلس 3 طالما هي بوزيتيف يبقى 13 كمل بلس 3 برضو 16 and so on. المفروض انا هفضل لحد التي الاس كام؟ الاس 10 اللي هو لحد اخر ترم بالنسبه لك اللي هو ال 10. طب ما تجيبه هجيبه ازاي؟ بنقول A اللي هي عباره عن ال 10 بلس n minus 1 n minus 1 يعني 10 minus 1 بكام ال 10 minus 1 ب 9 ملتبلاي دي اللي هي بكام الدي برضو ب 3 طلعت ب 37. يبقى انا اخر اهو الترم بالنسبه لي هو ال 37. شفت اهوت الموضوع طلع اهوت سهل ازاي؟ لا انا عارف لا هو مش سهل ماشي مش هضحك عليك دوت يعني مش سهل. تعال نشوف بقى الكلام بقى بتاع الديريفاتيف اوريدي بقى اعتقد ان انت خلاص كده ابتديت انت تتعود عليه حاجه جديده بالنسبه لك وحلو على فكره. يلا بينا. اول حاجه عاوز الواي داش او دي واي باي دي اكس زي ما تسميها سميها وهو ايه زي ما بيسأل ماشي خليها واي داش اكس ده براكت وعليه باور. قلنا بنعمل ازاي الديريفاتيف بتاعه؟ قلت لك بتنزل الباور نزله اهو 2 ونزل كله زي ما هو اهو 3x باور 2 بلس 5x ماينس ال 1 واعمل الباور بقى ذات نفسه ماينس 1 طلع بكام؟ طلع ب 1. اوعى تمشي وتسيبها لسه بقى هعمل بقى الديريفاتيف بتاع اللي جوه البراكت يعني لسه هعمل مالتيبلاي ديريفاتيف اللي جوه دي 3x باور 2 تبقى 6x وديت 5x قلنا لو هي x باور تحت 1 ناخد بس على طول الكوفيشن يبقى بلس ال 5 خلص. ممكن بس لو انت حابب تظبطها خد ال 2 دي اعملها تايمز البراكت الصغير يعني تبقى كده هنزل دوت 3x باور 2 بلس 5x ماينس ال 1 واعمل ال 2 ملتبلاي البراكت ده يبقى 6 يبقى 12x وال 2 ملتبلاي ال 5 اللي هي ب 10. طيب تعال نشوف بقى الثانيه. بص المساله الثانيه دي هنشتغلها عن طريق التشين رول. ايش عرفك؟ هو عاوز منك اهو الدي واي باي الدي اكس
واحنا زي ما اتفقنا عشان نعمل دي واي باي دي اكس لازم يكون اللي في الليفت موجود الواي واللي موجود في الرايت يكون موجود الاكس. هنا موجود واي بس موجود ان، هنا موجود ان بس موجود اكس، يبقى اوريدي دي كده تبقى تشين رول. هتعملها ازاي يا مستر؟ يلا بينا. اول حاجه هعمل اول واحده دي هي هتكون دي واي بس باي دي ان، ما هو بالنسبه لريسبكت تو مين؟ للي جوه اللي هو الان. اعمل ديريفيتيف العادي، هتنزل الباور تبقى 3 ان واعمل الباور بتاعي ماينس 1 تبقى 3 ان باور 2 ماينس، قلنا طالما ال n او x او ان كان الباور بتاعها 1 باخد الكوفيشن يبقى ماينس ال 3 واسيب ديت كود زي ما هي. ادخل على الايكويشن الثانيه هتبقى تي ان باي دي اكس، اهو اللي جوه ريسبكت تو سوري اللي بره ريسبكت تو اللي جوه. اوكي x باور 2 هنزل الباور يبقى 2 x تبقى باور ال 1 واوريدي ديريفيتيف ال 1 بزيرو. هو عاوز ايه بقى؟ هو عاوز الدي واي باي الدي اكس. هو طبعا هشتغل عن طريق التشين رول، هتعمل تو فراكشن كده ما بينهم ايه مالتبلاي. حط في الاولاني في النيميريتور الدي واي وحط في الثاني في الدينومينيتور الدي اكس. اوكي اوريدي الموجود بقى مين؟ الدي ان، حطها هنا وحطها هنا. كمل يا مستر. دي واي باي دي ان، انت اوريدي معاك دي واي باي دي ان اهي ب 3 ان باور 2 ماينس ال 3. اقول لك تمام كمل. ملتبلاي دي ان باي دي اكس مستر، دي ان باي دي اكس، يبقى خلاص حط دي كده جوه براكت واعمل الثانيه تبقى ملتبلاي 2 اكس. هتسيبها مستر على كده؟ لا مش هسيبها على كده. ليه؟ انا بعمل قلت لك من بره ريسبكت تو مين؟ تو اكس. هتشيل انت سيادتك الان اللي موجوده هنا وعوض مكانها بالاكس. ازاي يا مستر؟ ارجع كده للايكويشن الاصليه هتلاقي الان عباره عن الاكس باور 2 بلس ال1. يبقى انا الخلاصه هفتح كده براكت واعمل ال 3 وافتح براكت تاني واحط بقى مكان الان الاكس باور 2 بلس ال1 واقفل دوت كده كله باور 2 لان دي كانت ان باور 2 ماينس ال 3 واقفل بقى، والتاني اللي هو عباره عن ال 2 اكس. بس على كده. امين لحد هنا الموضوع انا اعتقد ان هو واضح. طبعا لو هو بقى قال لك عوض يعني عن الاكس مثلا ب 1 مثلا سي يعني الاكس تاني بايه؟ ب 1. فانا اوريدي لما اجي اعوض هنا اهوت هتقول لي يا مستر ما لو كنت هعوض هنا عن الاكس ب 1 فديت ان مش اكس. اقول لك لا، كنت اعوض بقى بالاكس في الايكويشن اللي فوق، يعني تبقى مثلا 1 باور 2 بلس ال 1 تطلع ب 2، يبقى الان ساعتها كانت هتكون ب 2 والاكس تبقى ب 1 فتعوض بيها نقطه على طول دايركت هتكون افضل من غير ايه ومش هتطلع. اوكي طيب equation نمبر 5 ساين A ساين B بهاف كوزين A كوزين B ب 1 اوفر 3. عاوز كوزين ال A ماينس ال B. اوريدي احنا واخدين القانون بتاع الكوزين، قلنا ان هو عباره عن ايه؟ كوزين عباره عن كوزين ساين ساين. كوزين اللي هو الاولاني اللي هو ال A، كوزين الثاني اللي هو ال B، وساين برضو ال A ساين ال B. قلنا في قانون الكوزين في العموم يعني اللي هو بتاع الكوزين لو ساين نقط ماينس يبقى ما بينهم بلس. طب لو ساين نقط كانت بلس يبقى النقط ما بينهم نيجاتيف. اوكي يبقى انا كده الاثنين هعمل لهم بلس. اوريدي معايا اهوت الكوزين كوزين عباره عن ال 1 اوفر ال 3 بلس ساين الساين اللي هي عباره عن ال 1 اوفر ال 2. ديت لما تيجي تعمل لهم بلس هيطلع لك على الكالكوليتور 5 اوفر ال 6. ادي يا سيدي كان بالنسبه لموديل 1. على بقى ندخل كده في موديل 3. بالنسبه لموديل 2 هسيبه لك انت. موديل 3 بيقول لك اول برضه سؤال هو برضه عايز برضه ارثمتيك سيكونس، مديك التي 1 اللي هو الفيرست تيرم ومديك التي ان والاس ان. يلا بينا نبدا كده على طول. اول حاجه انا معايا الاي يعتبر هي ديت كده الاي ومعايا ال دي برضه بالنسبه لي هي ال ومعايا الصم بتاعها. على طول اول قانون معايا ان الاي ان التي ان اللي هي عباره عن ال عباره عن الان اوفر 2 الاي اللي هي الاي اللي هي بكام الاي؟ بنيجاتيف 26 بلس ال اللي هي بكام؟ ب 61. الكلام ده كده كله بيكوال نيجاتيف 525. يبقى انا كده دلوقتي اهوت القانون بتاع السم عباره عن ال n اوفر 2 ال a بلس ال n. طبعا ال a بلس ال n تجيب طبعا على طول بقى كده الكالكوليتور وهنعمل على طول النيجاتيف 26 بلس 61 نيجاتيف 26 بلس 61 تعب ب 35. هتودي ال 35 دي هناك بالديفايد يبقى نيجاتيف 525 ديفايد
طلع بنيجاتيف 15. يبقى الكلام ده كده كله طلع بنيجاتيف ال 15 بيكوال ال n اوفر ال 2. هودي ال 2 دي برضو هناك بالايه بقى؟ بالمالتبلاي، ما هي ديفايد تروح هناك مالتبلاي. يبقى ال n كده طلع بيكوال النيجاتيف. بصوا هو قوة البتاعة دي فيها غلطة صغيرة. المفروض يبقى بس الساين دي تبقى العكس، يعني المفروض هي ديت هو عاملها كنت هو غلط في التقييم الشبهي. المفروض ديت هي اللي تبقى نيجاتيف 61 وهي تبقى بوزيتيف 62. يعني دي بالبوزيتيف وديت هي اللي تبقى بالماينس، عشان يبقى الناتج لما يجي يروح يطلع ببوزيتيف 15 يبقى بوزيتيف 30. كده هي مظبوط. ال n تطلع بايكوال ال 30. طيب طالما ال n طلع بايكوال ال 30 اقدر اجيب بقى مين؟ الايه؟ الدي، عشان اعرف بقى كده بقى. انا كده عرفت اهوت ال n كده بكام. هما كام ترم؟ يلا بينا نبدا بالتي ان. عباره عن ايه؟ عباره عن الاي بلس n ماينس 1 ملتبلاي دي. المفروض الكلام ده يطلع بكام؟ بنيجاتيف 61. الاي اوريدي معايا بكام؟ ب 26 بلس n ماينس 1. اوريدي انا جبت ال n ب 30 ماينس 1 يبقى 29. الدي ايكوال النيجاتيف 61. يبقى بقت نيجاتيف 61 واودي 26 هناك بالماينس يبقى ماينس 26. طلعت بنيجاتيف 87. هعملها ديفايد ال 29 طلعت بنيجاتيف 3. يبقى انا الكلام ده كده كله طلعت كده الدي بايكوال النيجاتيف 3. خلاص كده السيكونس على فكره كويس يا شباب. انا جبتها ازاي؟ من الفيرست تيرم 26. كل مره هعمل ايه؟ ماينس 3. 26 ماينس 3 ب 23. كمل ماينس 3 تبقى 20. وافضل شغال كده لحد ايه بقى؟ لحد الترم الاخير هو بكام؟ بنيجاتيف 61. ويبقى هي كده ديت الارثمتيك سيكونس بتاعتنا. يبقى انت بس هتعدل بس الساين ديت في التقييم. طيب equation number 2 بيقول لك find برضه the arithmetic sequence. it's second term T2 بكام؟ ب 24. اوكي وبيقول لك and the sum يبقى اس ان. السم بقى بتاع كام ترم؟ 10. يبقى ديت اس 10 مش اس ان. بكام؟ ب 345. 345. عايز برضو السيكونس. يلا بينا. اول واحده تي 2 يبقى عباره عن الاي بلس الدي. ده القانون بيكوال كام؟ 24. وبروزها. خش على الاس تاني. عباره عن ايه؟ عباره عن ان اوفر ال 2. ان اوفر ال 2 يعني 10 اوفر ال 2 اللي هي بكام؟ ب 5. ماشي. ال 2a انا ما اعرفش اصلا ليه بكام. يبقى 2a بلس n ماينس 1 يعني 10 ماينس 1 ب 9. الدي الكلام ده كده كله بيكوال 345. هودي ال 5 ديت هناك بالديفايد يبقى 345 ديفايد ال 5 طلعت ب 69. 2a بلس 9 الدي بيكوال 69. ابروز كده. هعمل بقى معايا كام ايكويشن؟ 2 ايكويشن. هعمل مود 5 1 وابتدي ارص الداتا هنا 1 ايكوال 1 ايكوال 24. وادخل على الايكويشن الثانيه 2 ايكوال 9 ايكوال 69 ايكوال. طلعت الاكس اللي هي زي ما قلنا اللي هي عباره عن الاي ب 21 دوس ايكوال. طلعت الدي بايكوال 3. يبقى انا كده جبت خلاص كده السيكونس كده تي ان ايكوال 21. هزود كل مره 3 21 وبعدها بلس 3 يديك 24 بلس 3 تديك 27 وافضل شغال كده. تمام لحد هنا. يلا بينا نكمل. كويشن نمبر 3 برضو عايزين نعمل ديريفيتيف لبراكت بالباور. قلنا بننزل الباور وبعدها بننزل كل البراكت زي ما هو ماينس الباور 1. يبقى 2x باور 3 ماينس 2x بلس ال 5 ماينس الباور 1 يبقى باور 2 مالتبلاي بقى الديريفيتيف اللي جوه البراكت. يعني دي 2x باور 3 تبقى 6x باور 2. ديريفيتيف النيجاتيف 2x تبقى نيجاتيف 2 وديريفيتيف ال 5 بزيرو. خلصت. كويشن نمبر 4 قلنا دي هنستعمل بيه بقى ايه؟ التشين رول. اوكي ده اول واحده دي واي باي دي ان ايكوال يبقى 3 ان باور 2 ماينس. قلنا طبعا ديت ان يبقى هناخد على طول الكوفيشن. الثانيه دي ان مين اللي جوه الاكس يبقى بعمل ديريفيتيف اللي بره ريسبكت تو اللي جوه يبقى دي ان باي الدي اكس ايكوال يبقى 3 اكس باور 2 طبعا ديريفيتيف ال 3 0. عاوز هو منك الدي واي باي الدي اكس. قلت لك هتعمل 2 فراكشن هنا دي واي هنا دي اكس. حط النقط اللي احنا بنعمل ريسبكت تو للدي ان الكل. معاك الدي واي باي دي ان جبتها بكام؟ ب 3 ان يا مستر باور 2 ماينس 2 حطها جوه براكت ملتبلاي الدي ان باي دي اكس. اوريدي انت جايبها حطها هي تايمز هي ليها 3 اكس باور 2. هو بيقول لك هات الاكس بكام؟ ب 1. طب انا مستر هشيل الاكس واحط مكانها 1. طب بالنسبه للان هقول لك ما انت ارجع احط الايكويشن اللي فيها الان هتلاقي كان فيها اكس
اعوض مكان الاكس ب 1 يبقى 1 باور 3 ب 1 بلس ال 3 يبقى ب 4. يبقى انت كده جبت اوريدي هي الان ب 4. يبقى انا دلوقتي هعوض في اخر مساله الان هتبقى ب 4 والاكس تبقى ب 1. يبقى 3 ملتبلاي n باور 2 يعني ب 16 4 باور 2 16 ماينس ال 2 ملتبلاي ال 3 اكس باور 2 والاكس باور 2 اللي هي ب 1 باور 2 يبقى ب 3. الكلام ده كده كله طلع بايكوال 138. ده كده الناتج النهائي. اخر مساله معانا وهي عباره عن الساين رول. عرفت منين؟ اهو قال لك ساين الاي ماينس البي. اوريدي طبعا كان قانون الساين ايه؟ كان بيكون ساين كوزاين كوزاين ساين. بالنسبه لمين بقى؟ اول واحد ايه؟ يبقى A B A B بس كده. وما بينهم ديت ماينس ولا بلس؟ في حال قانون الساين بناخد الساين يبقى ماينس عادي جدا. يبقى ساين ايه كوزاين البي. ساين ايه كوزاين البي اهي بهاف ماينس كوزاين الساين يبقى ماينس 1 اوفر ال 4. الكلام ده هيطلع اوريدي 1 اوفر ال 4 بس كده. الموضوع هو كان سهل بس محتاج بس انت تكون ايه؟ فاهم الدنيا شغاله ازاي. ده كده كان بالنسبه للتقييم بتاع الاسبوع الخامس. طبعا ما تنساش طبعا تعمل لايك وتعمل شير للفيديو لبقيه زمايلك عشان يستفيدوا زي ما انت استفدت. وخليك دايما عارف لو خايف من الماس مستر مايكل هو الاساس. سلام.